فيلم النهارده بيحكي عن مقاتل محترف بالفنون القتالية سافر لأبعد مكان في العالم علشان ينقذ بنت مسكينة من الخطف. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ في مدينة نيويورك مع مجموعة من المجرمين على الطريق وهم بيجهزوا فخ لشاحنة ضخمة، وأول ما الشاحنة وصلت لإشارة المرور فالمجرمين غفلوا السواق وأفقدوا الوعي، وبعد كده سرقوا منه كل حاجة في ثواني معدودة واختفوا وسط الظلام. ومن هنا بنقابل الضابط بيلي وصديقه مايكل، وبيلي طلب من مايكل يركز في الشغل ويسيب اللعبة الخاصة بيه، لكن في وسط كلامهم فلاحظوا الشاحنة اللي المجرمين سرقوها فاستعدوا للقتال، لكنهم ملقوش أي حد غير السواق وتأكدوا ان هو بخير. وبعد كده كملوا في طريقهم، وبيلي ومايكل راحوا مطعم علشان يستريحوا من الشغل، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان في تجار ممنوعات هيقتحموا المكان. وفي البداية بيلي استأذن مايكل وراح لدورة المياه، وبعد كده العصابة اقتحمت المطعم وثبتت كل الناس اللي موجودة فيه. ده غير ان في مجرم ضخم سرق اللعبة الخاصة بمايكل وهدد الجميع بالقتل، لدرجة ان هو كسر الباب على بيلي وفاجئه بشراسة. فبيلي اخرج المسدس بتاعه وخلص عليه تماما علشان يدافع عن نفسه. ومن هنا بيلي بدأ يدمر المجرمين واحد ورا التاني علشان ينقذ الناس الأبرياء، لكن أول ما زعيم العصابة عرف إن أصدقائه ماتوا فخلص على مايكل تماما وهرب بسرعة البرق. وطبعا بيلي ما سابوش في حاله وجري وراه بأقصى ما عنده لحد لما وصل للمينا، وهناك زعيم العصابة انطلق وسط البحر. فبيلي أخد مركب سريعة وانطلق وراه بدون توقف. ده غير ان هو اتصل على طيارة هليكوبتر وطلب من الطيارة تقرب منه، فبيلي وجه المركب الخاص بيه لزعيم العصابة، وبعد كده استغل الوقت المناسب ومسك في حبل طيارة الهليكوبتر بمهارة عالية جدا، وقدر ان هو يفجر المركب وينتقم لصديقه مايكل. وبعد كده عمل لمايكل جنازة مشرفة ليه واعتذر لزوجته على اللي حصل. بس المشكلة ان رئيس بيلي في الشغل اتخانق معاه وقال له انت سببت فوضى كبيرة جدا لانك طردت المجرم بنفسك وخلصت عليه وكان لازم تستعين بمركز الشرطة. فبيلي قال له ان المجرم كان هيهرب واللي عمله هو الصح. وللأسف بيلي اتعاقب واترفد من الشغل لمدة شهر كامل، ولكن كل الضباط سقفوا له وقدموا له كل الاحترام اللي هو يستحقه بسبب شجاعته وانتقامه لصديقه. وبالليل بيلي حضر حفل كبير مليان بالناس الأغنياء علشان يهدي أعصابه، وهناك قابل الضابط ألكسندر، وألكسندر يبقى صديق بيلي العزيز واتكلم معاه عن وفاة مايكل وحياه على كل اللي هو عمله. لكن فجأة السيدة لورا منظمة الحفلة رحبت بيه هو وبيلي وطلبت منهم يقضوا وقت ممتع. ولما بيلي وألكسندر كانوا بيتكلموا مع بعض فلورا خرجت على المسرح علشان تحيي الحضور، لكن فجأة وبدون سابق انذار النوافذ كلها اتكسرت وفي مجموعة مقاتلين مقنعين ظهروا في المكان وخطفوا لورا وهربوا من المكان على اخر لحظة. ومن هنا بيلي والكسندر كانوا متفاجئين جدا من اللي حصل ومش عارفين هو ايه اللي بيحصل. ولما جمعوا الضباط وسألوهم عن المجرمين فبنعرف ان في عصابة صينية في هونج كونج هم اللي خطفوها، وقائد العصابة دي بيكون اسمه هاري، وهاري يبقى مجرم خطير جدا ومالوش حل. ومن هنا بيلي كان يعرف هاري لانه كان عايش في الصين لفترة طويلة، وبيلي والكسندر قرروا انهم يسافروا للصين علشان ينقذوا لورا من الخطف. وبالفعل الاتنين وصلوا لمدينة هونج كونج بعد فترة صغيرة وأجروا أوضة في أفخم أوتيل علشان يقضوا الليلة بتاعتهم. وتاني يوم بيلي والكسندر زاروا مركز البوليس، لكنهم اتفاجئوا ان رئيس المركز رفض يتعاون معاهم بسبب تهورهم وعدم سماعهم للأوامر وطردهم من المكان. بس كان في ضابط جدع أعطاهم معلومات عن المهمة علشان يساعدهم في انهم يقبضوا على هاري وعصابته. فبيلي والكسندر شكروه وكملوا في طريقهم، والضابط قال لهم ان في مجرم بيكون اسمه داني
بيلي وهو اللي ساعد هاري يخطف لورا وعرفهم على نادي للاسترخاء ممكن يلاقوا فيه المجرمين. فبيلي والكسندر راحوا النادي، لكن المشكلة انهم اتلهوا وفضلوا يلعبوا في المكان، ولما كانوا بيعملوا مساج فمن سوء الحظ المجرمين استغلوا انهم مش واخدين بالهم وحاولوا يغفلوهم، لكن بيلي كانت ردة فعله سريعة جدا وقدر ان هو ينقذ نفسه هو والكسندر. ومن هنا الاتنين بدأوا في القتال علشان يدافعوا عن نفسهم، وبيلي اظهر مهاراته الخرافية بالكونغ فو، والقتال استمر لدقايق طويلة وبيلي والكسندر قتلوا المجرمين بكل شراسة. لكن في النهاية المجرمين قبضوا عليهم وقدموهم لجاك صاحب النادي، وجاك قال لهم ان هو ما يعرفش اي حاجة عن داني وهاري. فبيلي غفله هو واتباعه وقال له انا عارف انك انت بتكذب عليا وهرجع لك من جديد في اقرب وقت ممكن. بعد كده سابه ومشي. وتاني يوم الصبح بيلي والكسندر فضلوا يتمشوا في كل حتة وهم محتارين لانهم مش قادرين يوصلوا لهاري علشان ينقذوا لورا من الخطف، لكنهم كملوا في طريقهم وانطلقوا وسط البحر وقابلوا ستان. وستان يبقى تاجر فواكه لكنه يعرف جميع اسرار العصابات بمدينة هونج كونج، وقال لهم ان داني وهاري يبقوا مجرمين اقوياء جدا ومش هيقدروا يتصدوا لهم. لكن المشكلة ان جاك صاحب النادي ظهر من جديد هو واتباعه وهجموا عليهم وسط البحر. ومن هنا بيلي خلص على المجرمين واحد ورا واحد بمهارة عالية جدا بمساعدة صديقه الكسندر. واول لما جاك عرف ان اتباعه اتطحنوا فخاف وجري زي الكلب، فبيلي اخد الموتوسيكل الخاص بيه وطار وراه، وبيلي طارد جاك في كل مكان. لكن المشكلة ان جاك كان موجود في مركب وقرب ان هو يهرب وسط البحر، فبيلي قفز وسط السفن وقعد يتنطط بسرعة رهيبة، وعلشان لياقته البدنية عالية جدا فقدر ان هو يوصل لجاك اخيرا وكان هيقبض عليه. بس جاك كان خبيث جدا وقفز لمركب تانية على اخر لحظة، وبيلي حس بالغضب الشديد. بعد كده ستان تاجر الفواكه قال لبيلي انت شجاع، وعرفه كل اسرار هاري وداني علشان يقدر يوصل لهم. وبالفعل ستان عرف بيلي والكسندر على مخبأ سري تابع للمجرمين، وهناك لقوا مبلغ مالي كبير واتفاجئوا ان التليفون بيرن. فبيلي رد عليه، وللاسف افراد العصابة عرفوا انهم موجودين بالمخبأ بتاعهم وعملوا لهم كمين مميت. لكن من حسن الحظ الكسندر انقذ بيلي على اخر لحظة، والاتنين طردوا المجرمين في شوارع المدينة بدون اي خوف او تردد. ولما قربوا يهربوا فبيلي قلب السيارة الخاصة بيهم باحترافية وسأل واحد منهم على مكان هاري، فالمجرم فجر نفسه علشان ما يساعدش بيلي بأي معلومات. وبعد فترة صغيرة فالبوليس وصل لمكان الانفجار، ورئيس مركز الشرطة زعق لبيلي والكسندر وقال لهم انتوا سببتوا فوضى كبيرة جدا في المكان بسبب تهوركم. فالاتنين رفضوا يسمعوا كلامه وانطلقوا في طريقهم. بعد كده بنقابل هاري رئيس العصابة، وبنعرف ان هو رجل اعمال كبير جدا هو وصديقه بينج، لكن الصحافة ما كانوش يعرفوا انهم اخطر المجرمين في المدينة. ولما هاري كان بيتكلم مع الناس فجأة وبدون سابق انذار بيلي حاضر في المكان هو والكسندر، واخدوا المبلغ المالي اللي سرقوه من العصابة ورموه في الارض علشان كل الناس يجمعوه. فهاري حس بالغضب الشديد هو وصديقه بينج، واصروا انهم لازم ينتقموا منهم على اخر لحظة. وبعد ساعات من اللي حصل فبيلي راح علشان يزور ستان بائع الفواكه، لكنه اكتشف ان المركب بتاعه متدمر وعرف ان هو فقد حياته. فمي بنت ستان فضلت تعيط وقالت لبيلي ان هو السبب في كل اللي حصل ده لانه تحدى هاري وصديقه بينج، لكن بيلي هداها وهما الاتنين اتحدوا مع بعض علشان ينتقموا من هاري ويرجعوا حق ستان اللي اتقتل غدر. وتاني يوم الصبح الكسندر راقب المينا واكتشف ان في شاحنة ممنوعات هتخرج قريب،
اما بينج فقابل هاري وسأله هو هيعمل ايه في بيلي بسبب الفلوس اللي هو رماها للناس. فهاري اتعصب بشدة وقال ان هو هيخلص عليه هو والكسندر لانهم اهانوه وسرقوا فلوسه. وفي الوقت ده الكسندر قابل بيلي وماي وعرفهم كل مخططات المجرمين. فبيلي قال انهم لازم يوقفوا شاحنة الممنوعات بأي طريقة ممكنة، ومن هنا ماكس عرض ان هو يساعدهم. وماكس كان مساعد ستان لكنه طلع جندي بحري قديم ومعاه أسلحة قوية جدا. وبالليل بيلي والكسندر وماكس اتسللوا للمينا علشان يوقفوا المجرمين عند حدهم. وبعد ما حددوا مكان الشاحنة فدخلوا من فتحات التهوية بمهارة عالية. وفي البداية بيلي قفز وهدد المجرمين لكنهم ما سمعوش كلامه وضربوه بالنار، بس من حسن الحظ الكسندر انقذهم منهم. ومن هنا بنعرف ان بيلي لسه عايش لانه لابس درع واقي. وبيلي والكسندر وماكس اقتحموا المكان وبالصدفة لقوا ان لورا محتجزة باحدى الزنزانات واخرجوها وزرعوا متفجرات بكل مكان وقدروا انهم يدمروا شاحنة الممنوعات. لكن المصيبة ان بينج غفل الكسندر واصابه بطلقة افقدته الوعي، فبيلي اضطر ان هو يهرب ويسيبه والا هيموتوا كلهم. بس للاسف الكسندر اتمسك تحت ايد بينج وهاري وفضلوا يعذبوه علشان يعترف على مكان بيلي. ومن هنا بيلي اتصل على هاري وطلب منه يسيب الكسندر في حاله مقابل ان هو هيسلم نفسه. فهاري وافق على طلبه. وبعد ما بيلي ودع لورا فطلب من ماكس وماي يرجعوا لورا لأمريكا بأمان، وهو هينطلق علشان ينقذ صديقه الكسندر ويخلص على هاري. وبالفعل بيلي وصل أخيرا لمقر هاري وهناك شاف صديقه الكسندر مربوط ومتبهدل، فطلب من هاري يفك قيوده ويسيبوه في حاله. لكن المصيبة ان مدير مركز الشرطة طلع خاين لانه خطف لورا ورجعها للعصابة من جديد. ومن هنا بيلي ما كانش مصدق نفسه وعرف ان هو راح في داهية. ده غير ان بينج استعد للقتال معاه ونزل لأرض المعركة. وبينج يبقى بطل كاراتيه معتزل وقوته رهيبة جدا. وفي بداية القتال فبينج ضغط على بيلي بشكل مفاجئ ونزل فيه طحن بدون اي رحمة، ومهما بيلي حاول يتصداله فما كانش قادر لان بينج اسلوبه القتالي مدمر. ولكن مع الوقت فبيلي قدر يعرف نقطة ضعفه وسيطر عليه بمهارة عالية جدا. ومن هنا هاري الندل رمى لبينج قبضة حديدية مدمرة علشان تساعده في التخلص من بيلي. ومن هنا بينج هاجم بيلي وكسر عظمه، بس بيلي كان ذكي جدا واخد أوعية اسمنتية ووضعها على قبضته وكسرها على دماغ بينج لحد ما افقده الوعي. وبعد كده بيلي نزل طحن في افراد العصابة واحد ورا واحد وقدر ان هو يسيطر عليهم، وما كانش في اي حد قادر يقف قدامه لحد لما انقذ الكسندر وفك قيوده باعجوبة. وفي نهاية الامر البوليس وصل للمكان ومسكوا ضابط الشرطة الخاين وحرروا لورا من الاسر. اما هاري الندل فهرب من المكان واخد طيارة هليكوبتر علشان يهرب، فبيلي تتبعه وبدأ يتقاتل مع الحارس الشخصي لهاري، والحارس ده كان ضخم وقوي جدا. ده غير انهم بدأوا يتقاتلوا على رفعة بمكان عالي. والمشكلة ان هاري فضل يضرب نار على بيلي، لكن بيلي كانت ردة فعله سريعة جدا وقدر ان هو يغفل الحارس الشخصي. وبعد كده بيلي وصل لمركز التحكم الخاص بالرفعة ووقع وزن تقيل على طيارة الهليكوبتر وفجر هاري تماما. وبكده بيلي نجح في مهمته وقدر ان هو يرجع حق ستان اللي اتقتل غدر وانقذ لورا بسلام. وبعد ايام بيلي والكسندر رجعوا لمدينة نيويورك واتكرموا على شجاعتهم وسط احتفال كبير جدا. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.